تدرون سعر الدجاج وسعر صدر الدجاج راح يصعد خلال الأيام المقبلة. زين ليش؟ لأن الحكومة أصدرت قرار بمنع استيراد الدجاج والدجاج المقطع. تظاهرة في جميلة اليوم للتجار اللي رافضين قرار منع استيراد الدجاج الكامل والدجاج المقطع. الكيلو كانت بدولارين، اليوم صارت ب 3 دولارات، يعني كانت ب 3000 عراقي صارت ب 4000 ونص عراقي. صدر الدجاج، صدر الدجاج كان ب 3 دولارات، اليوم صار ب 4 دولارات، والقرار صار له 10 ايام 12 يوم من صدر. جميلة حاليا بها دجاج؟ جميلة حاليا شبه مخلصة دجاج، شبه مخلصة دجاج. وين الانتاج المحلي اللي يرفد جميلة؟ الأسبوع الجاي شنو راح يصير؟ اكيد يطلع الشعب للشارع، لان هذا قوت شعب، يريد ياكل الشعب. ايش ياكل اذا ماكو دجاج؟ المطاعم تعزل، العمال تعزل. المطاعم ايش قد تاخذ دجاج من جميلة؟ والله حجي تقريبا يعني يوميا اقل شيء من 10 الى 15 طن المطاعم يعني. جماعة الحديدة هو ياكلون صدر دجاج، ايش راح يصير بيهم؟ جماعه الحديدان ولا الكيلو يروح يوم ياخذه ب 50,000 بجد سعر اشتراك القاعه. ايش راح ياكل صوصج؟ القرارات غير مدروسة، وهذا يأثر على قوت الشعب والمواطن بالأخص. هسه تم منع الاستيراد، نعم. الدجاج الذبح اللي موجود بالشارع راح يصير يرتفع سعره؟ اعتياد يرتفع، اعتياد يرتفع. أي بضاعة تمنع، أي استيراد بكل دول العالم ماكو يعني استيراد يمنع. أي يعني منتج يصير بالعراق والاستيراد ينقطع راح يرتفع. وتذكر حكايتي، إذا كانت الدجاجة ب 10,000 راح تصير ب 20,000، وإذا ب 20,000 راح تصير ب 40,000. فهذا كله يأثر على سعر اللحم الأحمر غالي. لا اللحم كلش غالي، والدجاج يعني احنا لو المستورد يعني اللحم الأحمر غالي، السمك غالي، إنه بالدجاج هم راح يصعد؟ يعني يصعد 1000%. ليش؟ إن هذا ياقوت الشعب وياقوت المواطن الفقير، والمواطن الفقير عنده 10 نفرات يقدر يشتري دجاجة يعيش بها عائلته، بس إذا صعد الدجاج 20-30 ألف هو ما يحصل يوميا 10,000. احنا عندنا إذا مو 600-700 ألف مطعم في بغداد وهم يعرفون كل زين، يعني هذا منين ياخذ مثل؟ احنا لو عندنا منتج وطني احنا مشجعين المنتج الوطني ويسد حاجه الشعب. كلنا ويا المنتج الوطني، كلنا ويا المنتج الوطني، وهذا قرار هذا بس ياثر على المواطن بهاي الظروف الصعبه اللي نمر بها حاليا. الله يحفظك.